اهلا بيكم في اولى حلقات الفانتزي. هنتكلم عن اداء اللعيبه الجوله اللي فاتت واللعيبه اللي انت هتحتاجها الجوله الجايه، وفي الاخر كده تشكيلتي هتظهر، نشوف جبت كام نقطه اللي محتاج اغيره وهكذا. هنبدأ بماتشات الجولة اللي فاتت. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الماتشات والجولة اللي فاتت هتلاقيها في الحلقة اللي فاتت في الاي. هنا هنبدأ اول ماتش الجولة اللي فاتت كان فولهام مانشستر يونايتد. شفنا مانشستر يونايتد الشوط الاول لعبوا مباراة جيدة، برونو قدر انه يروح على الجون كتير، كان قريب جدا من انه يسجل. فولهام روبنسون الباك الشمال كان يعتبر طاير طول الماتش، اداما تراوري برضو مفاتيح اللعب كلها من ناحيته. الماتش اللي بعد كده ليفربول وإبسويتش، شفنا صلاح تألق، برضو أرنولد، جوتا، فان دايك، بناء اللعب كله من ناحيته. ممكن الاختيارات دي تساعدك بعد كده. إبسويتش هم لاعبين بس، منهم رقم 7 بورنز اللي اتصاب، مش عارف بقى يلعب الجوله الجايه ولا لا، هو نزل بداله بين جونسون وأوماري هاتشسون. الماتش اللي بعد كده أرسنال وولفرهامبتون يعتبر يعني أسوأ مباريات ليهم في افتتاحية. ساكا احرز هدف وصنع، هافرتس نفس الكلام، ممكن برضو يبقوا مفيدين الجولات الجايه. زائد خط دفاع ارسنال كلهم جيدين، بيطلعوا كلين شيت كتير، ممكن وايت او ساليبا برضو يصنعوا او يسجلوا. ماتش برايتون نويل بيك بيتالق، ميتوما، ادينجرا. بيك هيبقى اختيار برضو كويس. بعد كده الوينج الجديد بتاع برايتون وينج يمين اسمه يظهر على الشاشه، برضو ممكن الفتره الجايه يتالق. عندنا بعد كده ماتش نيوكاسل، ايساك طبعا ما عملش اللي احنا كنا متوقعين منه اول جوله، بس مع ذلك صنع هدف. ماتشهم كان صعب، اتطرد لعيب في الشوط الاول. نوتنجهام هنتكلم عليها في الاخر واحنا بنقول الاختيارات بتاعت الجوله الجايه. بورنموث لسه ما جابوش المهاجم الجديد زي سولانكي اللي يجيب لهم اهداف، فهنشوف. هما تعاقدوا مع مهاجم جديد برازيلي تقريبا، فهنشوف كده لما المهاجم ده يجي هل بورنموث هتقدر تفاجئنا زي الموسم اللي فات، او لعيبه منها تتالق زي سولانكي ولا لا. ويست هام استون فيلا. ويست هام قدوس نمبر 1، يمكن احسن اختيار تجيبه، ممكن باكيتا معاه عشان ضربات الجزاء. استون فيلا ماتسن لو بدا اساسي ده برضه هيبقى اختيار حلو، لان شفناه اول ما نزل يمكن الجون جاي اصلا من ناحيته. ماتش كريستال بالاس هو ايزي، بس ما فيش حد تاني يذكر. ممكن ويسا ومويمو من برينتفورد برضه. ونبعد عن دفاع كريستال كله لان هم لسه بايعين اندرسون المدافع الدنماركي، راح فولهام ب 30 مليون، فبلاش دفاع كريستال. وتقريبا جويهي نفسه هيمشي اصلا من الفريق. تشيلسي سيتي. تشيلسي مفيش لعيب قدر يعني يفاجئنا حتى او يظهر بشكل واضح، فلسه بدري عليهم شويه في انك تختارهم في فريقك. السيتي شفنا يعني كذا لعيب قدر يأدي بشكل جيد. سافينو لو لعب هيبقى حلو. دوكو ماتشهم الجاي سهل برضه، ممكن تلاقي فيه يعني مهرجان اهداف. وكده كده دي بروين هالاند دول اساسيين. خط الدفاع بتاعهم جافارديول او اكانجي، ستونز لو لعب، دياز، كايل ووكر لو بدأ الماتش الجاي. ريكو لويس هيبقى حل حلو برضه معاك، رخيص وممكن يلعب اساسي الفتره الجايه. ماتش توتنهام ليستر. توتنهام سولانكي راح كتير، ضيع، ما عرفش يسجل في فرقه لسه صاعده، بس برضه انا شايف ان هو يستحق فرصه كمان على الاقل الجولتين الجايين. بيروحوا بكذا فرصه. ماديسون بيصنع فرص من الهوا. روميرو مدافع توتنهام اي كوره ثابته، كورنر، فاول من بعيد بتتلعب على دماغه، فممكن يبقى حل حلو لو عايز مدافع بيسجل. بيدرو بورو طبعا هو اتصاب الماتش اللي فات، مش عارف بقى هل هو هيلعب الماتش الجاي ولا اصابته اخبارها ايه بصراحه، بس هو حل كويس لو لعب، بيخش في العمق كتير، ممكن يسجل، ممكن يصنع. باك يمين متكامل. ليستر سيتي رقم 40 اللي مش عارف اقول اسمه تقريبا، مش هعرف، بيصنع فرص زي ماديسون بالظبط يعتبر، الا بس في حته الكورنرز والفاولات وكده، بس هو بيسرع اللعب، بياخد الكوره بيروح هو. واعتقد هنشوف ثنائيه حلوه بينه وبين فاردي الفتره الجايه. ليستر برضو اشتروا جوردان ايو اشتروه ب 8 مليون، صفقه كويسه، ممكن نشوفه بيلعب مع فاردي، تبقى هو وفاردي كده جنب بعض، هتبقى ثنائيه حلوه. ومعاهم رقم 40 ده اللي مش عارف اقول اسمه. بالنسبه لتشكيلتي هتشوفوها دلوقتي على الشاشه، هتظهر لكم. انا كان عندي اللي خذلني هم لعيبه توتنهام، فيكاريو وسولانكي. بقيه الفريق انا شايف ان الفريق كويس، الا بس انا كنت متوقع ان يا سولانكي هيجيب جون يا فيكاريو يطلع كلين شيت. ده دخل فيه جون وده ما عملش حاجه، فادى لمأساة. جيبس وايت انا شايف بالنسبه لنوتنجهام، انا شايف ان هم جدولهم سهل،
ممكن يعملوا فجأة قدام. جيبس وايت، انا عندي اينا هنا، لو لعب هو باك شمال كويس وساعات بيلعب هاف، مش دايما ثابت في مركز الباك، بيلعب وينج باك يعني. كريس وود برضو اختيار حلو، المهاجم الاول عندهم ما بيتغيرش، نونو سانتو بيعشقه. سولانكي انا هصبر عليه، وفيكاريو نفس الكلام. ماتش ارسنال واستون فيلا الجاي مش ماتش سهل، ممكن تلاقي ارسنال مش كلين، ما طلعوش كلين شيت، بس انا جايب وايت، فوايت ممكن اسيست او يجيب جون كده لانه بيلعب باك يمين دلوقتي. خلصنا ماتشات الجوله اللي فاتت، خلصنا تشكيلتي، نخش على ماتشات الجوله الجايه واللعيبه اللي ممكن تستفيد منها. عندنا اول ماتش مانشستر يونايتد وبرايتون. مانشستر يونايتد برونو لو عندك حل كويس، مش لازم تبيعه يعني، اعتقد انه ممكن الفتره الجايه يسجل او يصنع، ضيع كتير بس مسيره يسجل، ممكن يتصبر عليه شويه. مزراوي برضو باك يمين، اثبت نفسه اول ماتش، ممكن يستمر اساسي ومستوى جيد. زيركزي لو بدا اساسي برضو حل حلو. هويلاند مصاب، ولو ما اعتمدش على ماونت وبرونو كمهاجمين فزيرسكي لازم يبدا، ولو بدا فغالبا ممكن يسجل عادي. بالمناسبه باركو الباك اليمين اللي كان ب4 ده الناس كلها جابته، معار لاشبيليه، مش هيلعب مع برايتون الفتره الجايه، فلو معاك شيله قبل ما يروح. ممكن تجيب بين جونسون بتاع ابسويتش، غالبا هيبدا لان بارنز ده مصاب. كريستال ويست هام هم 2 يعني، ايزي وقدوس، ما فيش حد تاني اعتقد. ممكن باكيت عشان ضربات الجزاء، بس ايزي لو معاك ما تبيعوش، بيلعب الفاولات، حتى جاب فاول والحكم لغاه. ايزي طلع في تصريح قال انه راح كلم الحكم قال له ما فيهاش حاجه وكان غلط ان احنا لغيناه، فلو معاك سيب ايزي. فولهام ليستر. فولهام زي ما قلت جابوا اندرسون مدافع كريستال بالاس ب 30 مليون، صفقه جيده، دفاعهم هيتحسن. الباك الشمال بتاعهم روبنسون باك طاير زي ما قلنا، ممكن يصنع ممكن يسجل. اداما تراوري حل برضو جيد لو معكش فلوس كتير قوي. ممكن برضو بيرد لينو بيعمل سيفز كتير جدا ودفاعهم اتحسن الفتره دي، فممكن يجيب لك نقط كويسه وديفرنشال حلو برضو. ليستر سيتي هقولها ثالث مره، اللعيب رقم 40 عشان مش عارف انت اسمه هيظهر لكم ثالث مره. جيمي فاردي اعتقد هيستمر اساسي مع الفريق، ممكن يكمل، فحل كويس برضو لو معاك 5.5، او لو عايز مثلا تغير في التشكيله تجيب حد في نص الملعب وتجيب مهاجم اضعف او سعره اقل شويه. مانشستر سيتي ابسويتش، طبعا اي حد هيكابتن هالاند كده. ماتش مهرجان اهداف. مانشستر سيتي عندك دي بروين، عندك دوكو، عندك سافينيو لو ما لعبش ممكن فودن، ممكن هالاند، جوندوجان جه حتى يعني لو لعب ممكن يجيب عادي. ابسويتش يعني. ساوثهامبتون نوتنجهام فورست. نوتنجهام انا شايف جدولها حلو، ما عدا الجوله الرابعه عندهم ليفربول، جدولهم حلو جدا ولاعيبتهم كويسين. كريس وود جاب جون في اول ماتش. مورجان جيبس وايت هيتالق بعد كده. ممكن تجيب منهم في الدفاع يعني، خط دفاعهم مش وحش ومعاهم مدرب اصلا دفاعي يعتبر نونو سانتو. نوتنجهام فورست جدولها كويس، ركزوا عليهم، ممكن تجيبوا لعيبه منهم. ساوثهامبتون ارمسترونج مهاجمهم الاول بيشوط ضربات الجزاء، برضو ديفرنشال حلو. نروح لماتش توتنهام. زي ما قلنا ماديسون حل كويس، روميرو مدافع توتنهام برضو. مارك فان ديفين بيطلع بناء الكوره كله من عنده، يمكن بيبني الكوره احسن من روميرو، بس روميرو في الكورنرز وكده بيبقى العين عليه اكتر، الكوره بتتلعب ناحيته. بيدرو بورو لو مش مصاب سيبه. سولانكي اصبر عليه، لسه هيأدي على الفريق الجديد بتاعه. نروح للماتش اللي بعده. طب وايفرتون؟ نروح للماتش اللي بعده، استون فيلا ارسنال ساكا. دفاع ارسنال انا توقعي صعب يطلع كلين قدام استون فيلا، او مش عارف يوناي امري بقى هيقفل ولا ايه. استون فيلا ارسنال ماتش صعب، ماتش رخم، يمكن ارخم ماتش في الجوله. ما اعتقدش ان استون فيلا هتطلع ارسنال كلين. بس برضو لو عايز تجيب حد او لو عندك ساكا سيبه هيأدي. انا عندي وايت هسيبه بس مش ضامن قوي انه يعمل حاجه بصراحه، بس وايت باك يمين فممكن يصنع لي هدف. استون فيلا زي ما قلنا برضو يعني فريق رخم، مش هيطلع من الماتش الاولى، غالبا ممكن اصلا يكسبوا الماتش ده زي ما كسبوهم السنه اللي فاتت رايح جاي. بعد كده نيوكاسل بورنموث. نيوكاسل اختيارات محدوده قوي فيها، وجوردون وايزاك، ما فيش حد تاني يعني، ممكن لما تريبير يرجع نفكر فيه، ولويس هول. كده ماتش وولفز وتشيلسي، مش لاقي لعيبه اقوله. تشيلسي
ما اعتقدش ان يعني حد يستاهل تجيبه دلوقتي. نصبر شويه عليهم، بعد الجوله الخامسه نفكر نبص نشوف مين يتجاب مين لا. وولفرهامبتون لسه برضو بدري، يعني كونيا الموسم اللي فات كان كويس، الموسم ده ما بدأش اول ماتش، فمش عارفين لسه حالته ايه. الماتش الاخير معانا ليفربول برينتفورد، ماتش يبان سهل بس برينتفورد فرقه رخمه، مش عارف ويسا ومويمو هيسيبوا الماتش يطلع كده عادي كلين لارنولد وفان دايك ولا ايه. بس كده عندك اختيارات في الهجوم، صلاح ويوتا وسوبوسلاي، اختيارات كويسه. لويس دياز لو بدأ، انا اعتقد ان لويس دياز الفتره الجايه هيريح وجاكبو هياخد دور، فدي برضو اختيارات كويسه. بالنسبه لتشكيلتي انا مش هعمل تبديلات الجوله دي، ممكن احوش التشكيله اللي بعد كده ابقى اغير 2 لعيبه مع بعض دفعه واحده. الكابتنه انا هكابتن هالاند، طبعا العالم كله هيكابتن هالاند، ده طبيعي. ما عندكش هالاند في صلاح، ما عندكش هالاند او صلاح، عندك بقى اي حد من السيتي زي ما قلنا، دي بروين، فودن لو لعب، الناس دي كلها السيتي، يعني اي حد من السيتي هيكابتن هيجيب نقط، حتى لو كابتنت جافارديول هيجيب لك نقط. حلول تانية ممكن ايز، ماتشه برضه يبان رخم بس ايز ممكن يعمل فيه حاجه. في لو عايز تاخد الريسك وتكابتن حد بره الصندوق، عندك يوتا، ممكن زي ما قلت ايز من شويه، ممكن سولانكي، ماديسون. اعتقد توتنهام هتعمل ماتش حلو قدام ايفرتون. وبس دي كانت كل حاجه معانا النهارده، انتهت حلقتنا. اشوفكم الحلقات الجايه، متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب. انا محمد ايمن واشوفكم على خير.